السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح الجمال ويا صباح الرزق الحلال ويا صباح كل حاجة حلوة، او يا مساء الفل يا مساء الهنا ويا مساء السعادة ويا مساء كل حاجة حلوة يا حبايب قلب. وحشتوني من اخر فيديو كنت معاكم فيه. النهارده جايه لكم فيديو قوي جدا جدا وتشجيع من نار لام محمد، تشجيع من نار، تشجيع من نار يا حبايب قلبي. جالكم النهارده بقى ايه؟ بروتين قوي جدا قوي جدا ويعجبكم باذن الله. يلا يا حبايب قلبي، اول ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا وكل حبايبي وكل السامعين في كل مكان. بشكركم جدا 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 على اللايكات بتاعكم الجميلة والكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتقويني. وبشكركم جدا جدا يا أحلى اخوات في الدنيا تعرفت عليكم. ربنا يحفظكم ويبارك لكم وينجح لكم أولادكم ويبارك لكم فيهم يا رب، ويرزق اخواتنا بالعوض ويرزق اخواتنا بكل حاجة حلوة يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا حبايب قلبك في الكومنتات بقى ايه تشجيع كده ليا يا ولاد، يلا تشجيع كده من نار، تشجيع من نار يا حبايب قلبي. والكومنت الجميل بتاعكم اللي بيشجعني دايما دايما. وبشكر كل اخواتي اللي دخلوا معايا في القناه، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني عند اختكم ام محمد. وطبعا وجودكم دايما دايما على راسي يا حبايب قلبي. يلا بينا على الروتين الجامد والقوي وان شاء الله هيعجبكم. يلا يا روح قلبي انت وهي، يلا يا بنوتاتي، يلا يا اماراتي. كوبايه المسكافيه بتاعك او فنجان القهوه بتاعتك وتعالي افتحها على قناه يوميات ام محمد، قصدي قناه يومك احلى مع ام محمد. وتعالي يا حبيبه قلبي يا ايه، اتشجعي معايا. انا عارفه ان انت نظيفه وزي الفل وعسوله وبنات عسلات وبنات امارات وبتعرفوا كل حاجه وبتعرفوا تعملوا كل حاجه. بس بيجيلنا وقت كده ايه نكسل فيه كده وما نعرفش يعني كده يعني. ففي جنة بقى كده يعني وقت كده يا بنات ايه، انا مش قادره اقوم اعمل حاجه، انا تعبانه، انا كذا، انا مش عارف ايه. فده خمو يعني فاهميني. تقوموا رايحين عاملين ايه بقى يا حبايب قلبي؟ نقوموا مشغلين القران على القران الكريم، ودايما اذكار الصباح والمساء يا حبايب قلبي. وان شاء الله ربنا يسترها معاكم وربنا كده يجعلها سنه سعيده على كل اخواتي في كل مكان. وطبعا بدأنا بقى الدروس والمدارس وبدأنا بقى وجع القلب وبدأنا الغسيل اللي مش هيخلص، الغسيل اللي مش هيخلص يا بنات. والله العظيم يا بنات انا بشيل هدوم وبحط هدوم، اشيل هدوم اطبقها واحطها في الدولاب وارجع تاني اجيب من الغسالة واطلع وانشر. يلا يا حبايب قلبي ايه، اوعوا تنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات بالله عليكم، عشان الفيديو بتاعنا يبقى فيه بركة كده ويبقى فيه كده كل حاجة حلوة، يبقى فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. خلصنا بقى كده يا حبايب قلبي الغسيل بتاعنا ونشرناه ولمينا طبعا الهدوم اللي كانت برضو في البلكونة. هندخل بقى ايه نجيب المقشة بتاعتنا ونكنس برضو البلكونة بتاعتنا ونخليها يعني ما شاء الله فلة كده منورة كده. بعد ما كنست يا حبايب قلبي جبت برضو الشرشوبة، جبت الجردل بتاعي. طبعا انا كنت عامله لكم فيديو قوي قوي جدا، كنت جايبه فيه المنظفات بتاعتي طبعا في يوم السوق عندنا هنا في دمياط. كنت جايبه برضو الحاجات اللي هي المنظفات يا حبايب قلبي. فجبت بقى الجردل بتاعي وقلت بقى ايه اعطر بقى يا ولاد، اخلي الحته كده حلوه بقى. جبت الشرشوبه بقى وجبت الجردل وحطيت فيه الحاجات الحلوه بتاعتنا. وقمت ماسحه البلكونه كده، اديله كده، وقمت مسحاها ومخليها فله وخليتها شمعه يا ولاد، خليتها شمعه كده منوره. انا عارفه ان انتم نضاف وشاطرين، بس انا عايزاكم تبقوا سنه اولى طبخ، سنه اولى طبخ، سنه اولى روتين، بنات الامامرات، البنات العساسولات. ارموا يا حبايب قلبي بقى ايه. خلصت البلكونه بتاعتي وكنستها ومسحتها. وقلنا بقى نجيب السبت اللي لمينا فيه الغسيل ونقعد بقى كده ايه، واقول ايه، نقعد كده نقعد بهدوء كده وبرواقه كده، ونمسك برضو الهدوم ايه نطبقها كده، وطبقناها وخليناها برضو كده ايه في فله. وطبقت الهدوم وحطيت كل حاجه في مكانها. النهارده بقى عامله لكم بصوا روتين قوي في الريسبشن النهارده او في الصاله. انا مش عايزه احرق لكم الفيديو. عامله لكم روتين قوي 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 جدا جدا جدا. عشان ايه بقى؟ هنستعد بقى يا حبايب قلبي. قلت اعمل بقى ايه، عملنا روتين في اوضه النوم.
ما شاء الله عملت لكم برضو روتين في اوضه الاطفال واوضه الولاد، وشلنا المراتب وكنسنا تحتيها وخليناها فله برضو وظبطنا الاوضتين. هنيجي بقى على الريسبشن ما نعملوش؟ لا طبعا نعمله. المهم يا حبايب قلبي كده ايه، احنا بقى خلصنا خلاص تنظيف المدارس، هندخل بقى على الجديد يا ولاد، هندخل بقى على الحاجه الجديده. على ايه يا ام محمد؟ ام محمد هتشتغل نقاشه يا ولاد. بس مش في الفيديو دي، في الفيديو الجاي ان شاء الله، استنوا مني. فيديو بإذن الله هيكون في بقى ايه، دهانات وتغيير في الشقة وهيبقى حاجة، بصوا ضرب نار، هيبقى حاجة ايه، ضرب نار يا ولاد. عايزاكم بقى تشجعوني كده عشان استمر معاكم في الفيديوهات يا حبايب قلبي، ونكون كلنا عيلة واحدة كده، كلنا نكون عيلة صغيرة. يعني ايه عيلتي صغيرة؟ يعني يبقى عندي عيلة كبيرة بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي. طبعا ايه، جبت الهدوم وقعدت اطبقها بقى زي ما انتم شايفين كده، واطبق وادي الكل في عين بقى الهدوم وايه، واحطها في ايه، في مكانها. تمام، قولوا تمام، يبقى تمام ان شاء الله يا احلى اخوات في الدنيا. المهم يا ولاد بقى ايه، هشتغل بقى نقاشة يا ولاد، ما انا كنت في زخرفة فلازم أنا اشتغل نقاشة بقى. بس ان شاء الله استنوا مني فيديو قوي قوي جدا جدا ان شاء الله. هنغير نظام الصالة، الدهان، وهنغير نظام القوة ان شاء الله، حاجة واحدة واحدة كده بإذن الله. هندهن اول الصاله وبعدين هندهن كده اوضه اوضه باذن الله طبعا. فربنا يعيننا يا حبايب قلبي، ربنا يعيننا ويرزقنا ويرزق ويرزق رجالتنا يا رب بالمال الحلال، ويوفقهم ويبارك لنا فيهم ويخليهم لنا، وما نتحرم منهم ابدا ابدا ابدا. والله يا بنات احنا من غيرهم ما نسواش اي شيء في الدنيا، والله العظيم. على قد ما هما بيقعدوا يتعبونا وبيقعدوا يعني يعملونا شوية، بس بصراحة ما بنقدرش نستغنى عنهم يا ولاد. هما ممكن يقدروا يستغنوا عننا بس احنا ما نقدرش نستغنى عنهم. المهم بقى يا ولاد ايه، خلصنا بقى كده. انا ما رضيتش اسرع لكم الفيديو اهو، عشان طبعا حبايبي بيقعدوا يقولوا لي ايه يا ام محمد انت بتقعدي تسرعي لنا الفيديو. لا احنا عايزين الفيديو بتاعك كده يكون ايه، يعني بطيء كده، ما سرعيناش الفيديو يا ام محمد عشان نطلع ايه بمعلومه كده. انا عارفه ان انتوا شاطرين وهتطلعوا ان شاء الله. بصوا، يعني اقول لكم ايه، هتقوموا الوقت ده اهو، الثانية ده اهي، هتقوموا بقى ايه، تمسكوا بقى تعملوا زي كده وتغسلوا وتلموا الهدوم وتعملوا بقى تنظيفه كده من النار ان شاء الله. عارفه، انا عارفه حبايبي ان هم يعملوا زيي باذن الله. حبايب قلبي. المهم يا ولاد، ما تقوليش يا ام محمد طولي، قولي طولي. المهم يا ولاد خلصت تطبيق الهدوم بقى كده، وايه قلت بقى احطهم طبعا في مكانهم. انا كنت بعمل لكم كده، بقول لكم حطوا اللايك، بقول لكم ايه، حطوا اللايك. يلا وحدوا الله يا ولاد، وحدوا الله كده وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أنا وكل حبايبي يا ولاد والله العظيم أنا بتمنى لكم كل حاجة حلوة، وبشكر إخواتي اللي بيدخلوا في الكومنتات وبيشجعوني. والله العظيم أنا ببقى مبسوطة جدا جدا بكلامكم الجميل والكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتشجعني. يلا ندخل على التقيل، يلا ندخل على التقيل. دخلنا بقى يا ولاد على الريسبشن وعلى الصاله. محدش بقى يقول لي يا ام محمد ده الحيطه انت ما عملتهاش ليه، يا ام محمد الحيطه ما مسحتهاش ليه. طب ما ما خلاص يا ولاد، ما انا قلت لكم انا هشتغل نقاشه، قلت لكم ان انا هجيب بقى ايه، دهان ان شاء الله للشقه كلها، وهشتغل بقى ام محمد اشتغل لكم نقاشه. فمحدش يا ولاد يعلق على الحيطه بتاعه الصاله. تمام، قولوا تمام يا احلى اخوات في الدنيا. المهم يا حبايبي ايه بقى ايه، دخلت بقى على الركنه. قلنا بقى ايه، نشيل طبعا الخداديات دي اللي هي المساند الكبيره دي. قلت بقى اشيل ايه، طبعا متعبه يا ولاد، متعبه فين على ما انا شلت الوش عشان اشيله من على السفنج. والله العظيم طلع عيني، اقسم بالله طلع عيني. بس يلا احنا قويين، احنا اقوياء، واحنا قدها طبعا، احنا قد اي شغل ان شاء الله. المهم يا حبيب قلبي ايه، شلنا كل حاجه طبعا، وشلت الخدوديات بتاعت المخدات الصغيره برضو، قلت اغسلها برضو. ونعمل بقى ايه روتين نظافه بقى، روتين نظافه. اديله ادي يا ولاد، اديله ادي.
المهم يا ولاد انا عارفه ان الفيديو طويل عليكم، بس قولوا لي يا ام محمد طولي ومالكيش دعوه. طولي يا ام محمد الفيديو واحنا معاكي. انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي كده. مش هتزهقوا مني، انا عارفه والله عارفه انتوا مش هتزهقوا مني. حبايب قلبي والله. شايفين يا ولاد؟ كل صحتي بكل صحتي عشان ان انا اشيل الوش من السفينة. طبعا ما كانش حد موجود معايا عشان يساعدني. دايما على طول ما باجي اعمل اي روتين بكون انا لوحدي، طبعا الولاد كلها في الدروس، وابو محمد بقى ما كانش موجود طبعا في شغله، فما فيش معايا حق الا انا ايه، الله ربنا ثم انا، فان شاء الله ربنا هيعني باذن الله. وانا ما شلتهاش، لا طبعا شلتها. المهم يا ولاد ايه، طبعا الركنه دي تقيله جدا والله العظيم، تقيله جدا. سلفي الله يصلح حاله هو اللي كان عامل لي الخشب بتاع الركنه دي، بصراحه عاملها لي تقيله تقيله جدا. فطبعا بقى انا ظهري وجعني، فما بقدرش ان انا اشيل الحاجه التقيله. بس انا بقول يا رب، بنستعين بالله كده ونقول ربنا كريم كده وايه، وعارفه ان شاء الله ربنا هي ايه، هيكرمنا ان شاء الله. طبعا انا كنت مخيطه بقى يا ولاد كان السوسه بتاعت بتاع السفنجه دي، بتاعت المهم بتاعت المخده الكبيره دي او الشلته بمعنى اصح. كنت انا بقى ايه عاملاها ايه، السوسه بتاعتها كانت اشتريت منها. فانا بقى ايه جبت ابره وخيط كده ايه وعملتها في الاخر كده عشان بحيث ان هي ما تفكش معايا، يعني ما تتفكش مني. المهم برضو شلت برضو الشلته ديت، شلت برضو الفرشه بتاعتها اللي فوق العلب، فعلا كانوا مبهدلها لي جامد جدا. فقلت بقى ايه، شيليها بقى يا ام محمد ونضفيها عشان لما انت تدهني شقتك ان شاء الله يبقى كل حاجتك ايه، كل حاجتك نظيفه باذن الله. فانا بقى قلت بقى ايه اعمل حاجه حاجه كده وابدا حاجه حاجه كده يا ولاد. شلنا بقى السفنجه يا حبايب قلب اهوت اللي، ونشيل بقى السفنج، وان شاء الله ربنا كريم يا حبيبي، ان شاء الله ربنا كريم وربنا يعوضنا، وربنا هيبصوا، انا عارفه ان ربنا هيعوضني والله العظيم، وهيكرمني ان شاء الله باذن الله تعالى. عندي احساس بكده يعني ان شاء الله. طبعا خلاص بقى شلنا الحاجه يا ولاد، قلنا بقى نشيل الحاجات ديت نرصها جوه في اوضه الولاد. عشان طبعا لو انا سبتها في الصاله بره هتتبهدل مني. فطبعا بقيت اشيل بقى السفنج ده، قلت احافظ عليه كده عشان ما يتبهدلش الولاد يبهدلهولي. فشلت نصهم كده اللي هم محطوطين على الارض، والاتنين اللي على الترابيزه فوق دول سبتهم زي ما هم. قلت يعني ايه، العيال مش هيطلعوا على الترابيزه طبعا وكده يعني. فشلتهم بقى طبعا ورصتهم جوه كده ايه في اوضه الولاد. طبعا الفرش، وقمت مشغله ايه يا ولاد، شغلت الغساله بقى عليهم. ويعني انا بسجل لكم دلوقتي، بمنتج لكم الفيديو بسجل لكم، والغساله جوه شغاله على على المفارش بتاعت الركنه. لمينا بقى كده بعد ما أنا لميت الحاجه ورتبتها، اللي هي سفنج جوه في اوضه الولاد. شلت بقى طبعا الحافظه دي طبعا عايزه تتغسل. فان شاء الله كده ايه واحده واحده، وهنعمل مع بعض كل حاجه ان شاء الله. لو انا قدرت ان انا اغسلها هغسلها، ما قدرتش هوديها هي والسجاد. طبعا عندي السجاد ما غسلتوش. ان شاء الله لو انا قدرت اغسله ما اغسله، ما قدرتش بقى اغسله هبعته طبعا المكنسه ان شاء الله بقى ايه. هبعته المغسله باذن الله. المهم بقى ايه يا ولاد، شلت بقى الحافظه كده وجبت طبعا الفوطه كده، وقعدت بقى ايه انضف بقى كده ايه، كان في حاجات بقى تراب، وكان في اكياس، وكان في حاجات طبعا في الركنه كده. ايه بقيت اشيلها، يعني بصراحه كنت عايزه مكنسه، بس طبعا ايه المكنسه بتاعتي باظت يا ولاد، يلا الحمد لله. المكنسه بتاعتي باظت، مشان قعدت اقول لا ده انا ايدي سلاح المقشه، فالمكنسه باظت مني. يلا خير الحمد لله ان شاء الله اصلحها، او لو ما صلحتش ربنا يكرمها عليا بس كده ويفرجها عليا ان شاء الله. وباذن الله ايه هجيب لي مكنسه حلوه ان شاء الله. نضفت بقى كده الركن. انا دايما على طول والله بشيل الشيلات ديت وبنضف تحتها عشان الولاد طبعا، يعني قعدتنا كده كل هنا زي ما انا قلت لكم قبل كده، كل قعدتنا بتبقى طبعا في المكان ده. تمام. تمام يا احلى اخوات في الدنيا. نضفت بقى كده الايه الركنه كده. هجيب بقى طبعا المقشه بتاعتي واكنس برضو اي حاجه وقعت مني على البلاط كده، او اي ورقه اي تراب اي حاجه ايه، واكنسها كده يا حبيب قلبي بالمقشه. هكنس بقى كده واروق. طبعا النهارده يا ولاد ما فيش طبخ. معلش يا حبايب قلبي اعذروني بقى. الفيديو ده بصراحه كان يعني الروتين ده كان جامد جدا جدا، يعني انا والله قرب المغرب اهو ولسه مخلصه حالا، يعني انا لسه ما عرفتش، يعني انا ما عرفتش ان أنا اطبخ للولاد. فقلت لمحمد بقى كان رايح الدرس، قلت له يا حبيبي وانت جاي من الدرس يبقى هات لكم انتوا بقى كشري او هات لكم حواوشي وانتوا جايين،
وايه معلش ان انا مش هعرف ان انا اطبخ لكم النهارده، لان أنا طبعا كنت قلبه الدنيا، وهو عارف بقى ايه ان انا هعمل فيديو، وان انا يعني ايه هبقى مشغوله. فقال لي خلاص يا ماما هجيب لك وانا جاي من الدرس. ربنا يا رب يصلح حاله ويبارك لي فيه ويعوضني خير فيه يا رب وفي اخواته، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة اللهم امين، ويهدينا اولادنا ويبارك لنا فيهم ويبعد عنهم واصحاب السوء يا رب، ويوقف لهم دايما ولاد الحلال. شلنا طبعا كده ايه كنسنا البلاط يا ولاد. هنبدأ بقى نشيل الخشب بتاع الركنة. يعني التصوير يا ولاد على قد كده، على قد ما انا عرفت، بس معلش ما كانش حد والله موجود معايا يمسك لي التليفون ويصور لي بقى فانا ايه قلت يا رب، رب المستعان كده، ربنا يعني كريم ان شاء الله، واحط التليفون بقى على الستاند وايه، وباذن الله كل حاجه ان شاء الله تبان لحبيبي باذن الله. شلت بقى يا ولاد الركنه ولقيت وراها كارثه. كارثه ايه يا ام محمد؟ لقيت كارثه يا ولاد. ايه يا ام محمد الكارثه؟ لقيت الولاد عندي نهى بنتي الله يصلح حالها ويهديها، تمسك لي الورق وتقوم مقطعاه وتقوم رمياه جنب الركنه، تقطعه وترمي جنب الركنه. جيت ابص انا اتحصرت، يعني انا لما شلت الركنه انا اتفاجئت بالمنظر اللي انا شفته ده يا بنات، والله العظيم اتفاجئت بالمنظر ده، رغم ان الركنة عندي ملزوقة للجدار، يعني ما تعرفيش يعني ما تعرفيش تعملي من يعني تنزلي فيها حاجة، بس انا عندي من الجنب ده والجنب ده إيه يعني ايه حتة مفتوحة كده، فبتقوم ايه بتسيل بقى، يعني بدل ما تقوم تحط في الباسكت، فبتقوم ايه من ورايا كده مسحبة من ورايا كده وتقوم رامية من ورايا ليه؟ لان هي عارفة بقى ان مامتها ايه بتجيب الركنة دي وتشيلها وتقعد ايه تعمل النظافة اللي انتوا شايفينها دي فربنا يهديهم يا رب. المهم يا ولاد ايه، انا قلت لكم ما تعلقوليش على الحيطه، انا قلت لكم الحيطه ان شاء الله حبايبي اللي لسه موجودين داخلين معايا الفيديو، انا قلت لكم الحيطه يا حبايب قلبي انا هجيب دهان ان شاء الله وهدهن الحيطه، فانا هغسلها وهتعب في نفسي وهبهدل نفسي وهبهدل البيت ميه كله. طب ايه؟ طب وليه؟ انا كده كده ما انا هجيب دهان ان شاء الله وهمسكها دهنها ان شاء الله باذن الله تعالى، هدهنها ان شاء الله. بس انا قلت ايه امسك الصاله كده انضفها واظبطها قبل ما انا اجيب الايه الحاجه ان شاء الله. فانا باذن الله يا اما بكره يا اما النهارده بالليل باذن الله ايه هنزل كده ان شاء الله واروح كده إيه المحل باذن الله واجيب الحاجه اللي هي بتاعت الدهان وابقى اوريها لكم ان شاء الله يا حبايبي. شايفين بقى الورق اللي أنا لميته يا ولاد؟ والله العظيم انا من عارفه الورق دون نوها بنتي جابته منين، بجد والله ما انا عارفه جابته منين. ده الكارثه بقى والمصيبه اللي يعني انا كنست ديت ولقيت تحتها ورق كده زي ما انتم شايفين. هروح تاني الناحيه التانيه اللي يمت الشاشه، طبعا الشاشه بتاعتي دي ما هياش شغاله لان الطبق بتاعي بايظ فوق، فعاوز حد بقى ايه بتاع اللي هو تبع الدش ده يعني يجي يعمله لي، فربنا المستعان. فبشيل بقى الجنب ده، شوفوا يا ولاد الجنب دي في حته فاتحه كده، هي بقى بتقوم رايحه ايه راميه فيه كل حاجه، فربنا يهديها يا رب هي واخواتها. فايه قمت شايله الجنب ده، انا اتحصرت بقى من المنظر اللي انا شفته، منظر الورق ومنظر، ولقيت معالق مرميه والله العظيم يا بنات زي ما بحكي لكم، اي حاجه كانت ضايعه مني والله العظيم بكلمكم بجد، اي حاجه كانت ضايعه مني ومش لاقيها انا لقيتها ورا الركن الحمد لله ان انا ما لقيتهاش مرميه بره، فلقيتها مرميه تحت الركنه، فكويس الحمد لله. لقيت معالق والله العظيم، ولقيت شوك، ولقيت اقول ايه ولغايه الفرشه بتاعت الشعر مرميه تحت الركنه. والله العظيم بقالي كام يوم بدور على الفرشه دي ما انا لاقياها. فين الفرشه يا نهى؟ ما اعرفش يا مام. فين يا نهى الفرشه؟ ما اعرفش والله يا مام، مش عارفه كانت يا ماما مش عارفه هي فين فالمهم يا ولاد بقى ايه، طبعا يعني ايه طبعا لما لقيت الفرشه بقى معكوكه كلها تراب ولقيتها بقى اتبهدلت، فقلت لا خلاص بقى مش عايزينها بقى، قلت ابقى اجيب انا واحده جديده وخلاص. والله برضو اللي مبهدلاه الجدران كده كتابه والالوان اللي انتوا شايفينها دي، نوها بنتي تجيب القلم وتقعد تكتب على الجدار، تجيب القلم وتقعد تكتب على الجدار، اه والله العظيم المهم يا حبيب قلبي جبت بقى كده المقشه بتاعتنا وكنسنا وشلنا كل حاجه. هنجيب بقى ايه الجردل بتاعنا الجميل، الجردل بتاعنا الجميل اللي فيه كل المنظفات اللي انا جايباها، انا حطيت في الجردل ده جميع المنظفات اللي كنت جايباها اه والله العظيم
حطيت بيرسيل جل، وحطيت اللهم صل على النبي ديتول، ديتول خام كنت انا جايباه. انا نسيت اصوره لكم في الفيديو بتاع المشتريات، بس ايه قلت هبقى اقول لكم عليه. فانا جبت الديتول يا ولاد، ده جميل قوي، اكياس كده من واحد بيمشي يعني كده هناك في السوق هناك، يعني فارش كده، فايه جبته منه. فالمهم يا ولاد ايه، ريحه الديتول دي، ولادي بقى يقولوا لي يا ماما احنا حاسين ان احنا قاعدين في مستشفى، يا ماما ريحه الديتول دي صعبه قوي يا ماما. قلت لهم لا اسكتوا، خليها تنضف الحته وتعطر البيت كده وتروق البيت كده، والله العظيم تعقيم تعقيم للبيت. المهم يا ولاد ايه، جبت الشرشوبه بقى وحطيت الحاجه اللي قلت لكم عليها دي، وايه وقمت رايحه ماسحه البلاط برضو، خليته يا ولاد ما شاء الله، خليته بيلمع كده، يعني تشوفوا وشك فيه، والله العظيم تشوفوا وشك فيه. فالمهم يا ولاد ايه، جبنا بقى الشرشوبة كده وقعدنا برضو نمسح كده ونروق. انا طبعا كان عليا ان انا احط مية واريال وكده، بس انا قلت لا ايه، الجردل فيه كل حاجة، وان شاء الله يعني ايه هيمسح برضو، وهيبقى الحتة برضو نضيفة وتبقى حلوة. مرضتش بصراحة ان انا ايه اوقع مية على البلاط او اجيب مية على البلاط، وطبعا هقعد بقى اعمل بالمساحة وكده. فانا قلت ايه، اعملي بقى المرة دي كده ان شاء الله، نعمل بالفرشة كده ونمسح كده، وبإذن الله لما نبقى نيجي ندهن بقى، نبقى نمسك بقى الصالة دي بقى ايه، ان شاء الله كده باريال ومية بقى وتشيك شيك 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 كده. المهم بقى يا حبايب قلبي بقى ايه، المهم مسحناه بقى، وهنقوم رايحين مرجعين كل حاجة يا حبايب قلبي ايه مطرحها، بعد ما نمسح كده نسيبها تنشف، نفتح كده الشباك دوت. انا كنت طبعا منضفه الشباك دوت، بس مش انا فكرت ان الكاميرا شغاله، وجيت ابص لقيتها مش شغاله، معرفش الكاميرا دي بتعمل معايا كده ليه. والله العظيم معرفش الكاميرا دي بتعمل معايا كده ليه. المهم بقى كنت انا منضفه الشباك قبل ما كنت انا اكنس وكده يا بنات. المهم بقى بوسي اللي مطلعه عيني، كل ما اروح في مكان الاقيها جايه ورايا، كل ما اروح في مكان الاقيها جايه ورايا. المهم يا ولاد ايه، رجعت بقى طبعا كده ايه، انا صرعت لكم المقطع ده لان قلت عشان ما اطولش عليكم. وقمت رايحه مسرعه المقطع ده، رجعت بقى يا حبايب قلبي، شايفين بقى النور بتاع الشباك في البلاط ما شاء الله منور ازاي، يعني ما شاء الله والله. رجعت بقى طبعا الركنه كده مطرحها، كل حاجه طبعا كده رجعتها مطرحها، بس مش هحط بقى السفنج الا لما انا اغسل بقى إيه ان شاء الله يا حبايبي الشلت اللي هي الفرشه بتاعت الشلت، وايه وانشرها كده، وباذن الله بقى ارجع احط ايه السفنج تاني. والله يا ولاد انا ساعه ما نضفت يعني الصاله كده، وبقيت حاسه براحه نفسيه، اي والله العظيم، والله بقيت حاسه براحه نفسيه جدا جدا، بقيت حاسه كده ان انا راضيه عن نفسي. يعني انا راضيه عن نفسي كده زي يا محمد، راضيه عن نفسي ان بيتي نظيف، ان ما شاء الله الحمد لله والفضل والنعمه من عند ربنا، عندنا صحه ان احنا نقدر نقوم ونشتغل ونخدم ولادنا. غيرنا بيبقى لا حول له ولا قوه، فربنا يشفي كل مسلم وكل مريض يا رب، ويشفينا برضو ويعافينا ويديم علينا الصحة، ويخلينا لأولادنا ويبارك لنا فيهم، ونعيش كده يا رب كده ونفرح بيهم إن شاء الله، بإذن الله كده نعيش ونفرح بولادنا يا ولاد. المهم يا حبايبي بقى ايه، بعد ما رجعت الركنة جبت برضو كده ايه الشرشوبة برضو ايه، ومسحت برضو الحتة دي كده، الصالة البلاط دي كده برضو روقت عليه كده ومسحته وخليته برضو كده ايه فله برضو. كانت ريحة الديتول يا ولاد وريحة المنظفات كانت ما شاء الله مخلية الصالة، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كانت ما شاء الله ما شاء الله الصالة عندي كانت ريحتها حلوة ما شاء الله. جبت بقى ايه لفت له كده الكاميرا، وجبت برضو الفرشه، وجبت الناحيه اللي هي ناحيه لان انا عندي الصاله جزئين كده يا ولاد، فانا حاطه حته اللي هي بتاعت الركنه ديت تكملتها دي، حطاها طبعا عند ايه، عند دخلة المطبخ كده. فطبعا ايه مسحت كده، شايفين بقى بوسي، بوسي معايا في كل مكان. حطوا بقى لايك لبوسي يا ولاد. المهم بقى ايه، شايفين النظافه يا ولاد، شايفين الراحه النفسيه، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين يا ولاد والله العظيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. يلا يا حبيب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا، واستني مني تكملة الفيديو ده ان شاء الله، والقاكم على خير، واسيبكم واسيبكم في رعاية الله وحفظه، وفي امان الله، ومع الف 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 سلامة يا احلى اخوات في الدنيا.